السلام من الله عليكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضائل التي نقدم لحضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية للعام الجديد، متمنين أن يحل علينا بالخير والبركات ولبلادنا بالمزيد من التقدم والازدهار. والآن مع العناوين. فخامة الرئيس يهنئ بمناسبة حلول العام الجديد. استقبال العام الجديد بآمال وأمنيات طيبة. عواصم العالم تحتفل برأس السنة الجديدة. كيم يحذر واشنطن من تقرير نهج كوريا الشمالية. وقتيلان في انزلاق التربة في إندونيسيا والبحث عن مفقودين. أهلا بكم للتفاصيل. بعث فخامة الرئيس إسياس أفورقي بمناسبة حلول العام الجديد مهنئا الشعب الإريتري في الداخل والمهجر. وقال فخامته في رسالته أن العام 2018 كان العام الذي جنى فيه الشعب الإريتري ثمار صموده بفضل تصديه القوي وإفشاله للعديد من العدايات، وعام تاريخي انتقل من خلاله إلى مرحلة جديدة وارتبط خلاله بالتطورات السياسية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والعالمي، منوها بأن العام 2019 هو عام يفتح آفاق عهد جديد نستهل خلاله لأعمال التنمية الضخمة بمضاعفة ثقتنا الكبيرة أكثر مما كانت. وذكر فخامة الرئيس بأن هذه النتائج المحققة هي ثمرة جهود ووفاء الشعب الإريتري، مذكرا للعمل الجاد في هذه المرحلة المطلة علينا للارتقاء إلى أعلى المراقب بالحفاظ على قيم وطنية مبعثة بالفخر، ومعبرا في الوقت ذاته عن أمنياته الطيبة بحلول العام الجديد. استقبل الشعب الإريتري العام الجديد 2019 باحتفال كبير وأمنيات طيبة في عهد السلام. وقد شهد عشية العام الجديد حفلا فنيا في ساحة الفاتح من سبتمبر بأسمرة، حيث أوضحت عينة من الآباء والشباب والأطفال أن عام 2019 يعتبر استثنائيا لكونه جاء بعد إحلال السلام بين إريتريا وإثيوبيا ورفع الحظر الجائر الذي فرض على إريتريا لفترة 9 سنوات. وجددوا العهد لتعويض خسارة السنين الماضية بالعمل المضاعف وتطوير إريتريا المزدهرة. أعلن فرع الصحة في إقليم عنسبة في اللغاء الذي أجراه في 28 من ديسمبر الماضي مع شركائه من الإدارات وفروع الوزارات والاتحادات بأنه سيبذل جهودا أهلية حثيثة ومساعي مستمرة لخفض نسبة الإصابة بالملاريا إلى مستوى الصفر. وأوضح الاجتماع الذي عقد في مدينة كرن عن تجاوز مرحلة السيطرة وبلوغ مرحلة القضاء بفضل الجهود المنسقة التي جرت لفترة 20 عاما، ويتطلب الدور الأهلي الواعي لتخفيض المرض إلى الصفر وفق الخطة الاستراتيجية للعام 2017 وحتى 2021. وقدم مسؤول السيطرة على الملاريا في الفرع الشاب أمانويل كفلا مريم قدم تقريرا مفصلا أوضح فيه بأن الإصابة بالملاريا كانت في العام الماضي 2.7 وانخفضت هذا العام إلى 1.9، وأشار إلى أنه تمت معالجة 1849 مريضا. وتشير تقارير مكتب الصحة في الإقليم إلى أن عدم المعالجة السريعة وانخفاض أنشطة النفير للنظافة البيئية وعدم تطبيق معلومات آنية من المهنيين الصحيين تعد من أهم أسباب الإصابة بالمرض. وعلم بأن خطة 2019 توضح بأن تخفيض حمى الضنك ب10% وحمى الشيكونغونيا ب20%. وقدمت آراء وتوصيات هامة من ضمنها تنظيم الأنشطة الجارية للقضاء على الملاريا بتنسيق عالي وتعزيز دور الشركاء في سبيل مكافحة المرض. وزع مستشفى أورة المرجع في 31 من ديسمبر الماضي 100 مقاعد متحركة بالدفع اليدوي للأطفال المعاقين تبرع بها المهتمين الإريتريين المقيمين في السويد. وقال المدير الطبي العام لمستشفى أورة المرجع الدكتور هبتا محاري أن المواطنين المهتمين المنضوين في جمعية إيري جايلد هود ساهموا العام الماضي أيضا بتقديم 50 من المقاعد المتحركة للمعاقين، مشيدا بالمبادرات الطوعية المتخذة من أجل شعبهم. من جهته قال مسؤول قسم المعالجة الطبيعية سيد قبره والتخلية أن الدعم المقدم لأصحاب الإعاقة الثقيلة
يساعد الأمهات اللائي يتحملن كافة المصاعب وكذلك الراعيات لأولئك المعاقين والأسر بصفة عامة. من جهتها قالت ممثلة جمعية إيريغايل هود السيدة سارة نصفن أن الجمعية تأسست بفضل إدراك المهتمين بداية عام 2006 لتلك الإشكالية، مشيرة إلى أن بلوغ الدعم المقدم لأصحاب الشأن في أوانه يشعر بالارتياح. وأشار الآباء إلى أن الدعم المقدم مجانا لأبنائهم المعاقين تجنبهم المتاعب والمصاعب الكبيرة، مشيدين بمبادرة مقدمي الدعم الذين أخذوا المبادرة الطوعية بكل اهتمام. وتفيد المعلومات الواردة من إدارة مستشفى ورة المرجع عن توزيع 26 من المقاعد المتحركة البالغ عددها 100 عربة للآباء القادمين من مختلف أقاليم البلاد الست، وسوف يتم توزيع العربات الأخرى بنفس الأسلوب. أعلن مكتب التعليم في مديرية حمل ماله عن ازدياد المشاركة في مائدة التعليم. وأوضح الأستاذ جابر إبراهيم في السمينار التأهيلي الذي نظم ليوم واحد بمشاركة 60 معلما من 17 مدرسة والمدراء والمشرفون التربويين عن وجود 6725 طالبا بينهم 3142 طالبة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، ويصل العدد إلى 7750 طالبا بإضافة الدارسين في برنامج عريوم. وأشار إلى النتائج الجيدة لبرامج تأهيل المعلمين لضمان كفاءة الطلاب واللغات الجارية مع أولياء الأمور والمعلمين والمشرفين التربويين لتحسين نتائج الطلاب عامة ونتائج امتحانات الشهادة المتوسطة خاصة. من جانبه أوضح رئيس جمعية المعلمين فرع إقليم عسب الأستاذ كبرم قبرزقي أن الجمعية ستعمل لمواصلة الدورات التدريبية للمعلمين للدفع بالعملية التعليمية. مشاهدينا الأفاضل، إلى فاصل قصير وثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد. انطلقت احتفالات رأس السنة الميلادية في مختلف عواصم العالم، والتي دقت فيها الساعة 12 صباحا من اليوم الأول لشهر يناير 2019 لتودع بذلك تلك البلدان العام 2018 وتستقبل عام من جديد. واحتشد ملايين الأشخاص في الميادين الرئيسية في عدة عواصم عالمية، فيما تزينت السماء بعشرات الآلاف من الألعاب النارية التي جعلت الأجواء سعيدة ومبهجة تخطف أنظار الحاضرين. واحتفلت مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد بعروض مبهرة من الألعاب النارية عند أبرز معالمها مثل دار الأوبرا وجسر الميناء. وكان لافتا في العروض أشكالها الكثيرة، إذ كان هناك 45 نمطا منها خلال الدقيقة الواحدة، وقد استمر العرض لمدة 10 دقائق. وبلغت تكلفة الألعاب النارية نحو 1.8 مليون دولار أمريكي، فيما احتفلت هونغ كونغ بقدوم العام الجديد بسلسلة عروض ألعاب نارية شاهدها نحو 300 ألف متفرج. من جانبها استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة العام الجديد باحتفالات مميزة شملت العديد من المواقع الشهيرة. وكانت دولة ساموا الواقعة في جنوبي المحيط الهادي أول بلد في العالم يودع عام 2018 ويستقبل عام 2019. أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في خطاب لمناسبة حلول العام الجديد أن كوريا الشمالية قد تغير نهجها إذا أبقت الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها على خلفية ملف بيونغ يانغ النووي. ويأتي هذا التحذير بعد 12 شهرا من التقارب الدبلوماسي بين بيونغ يانغ وواشنطن. وقال كيم في خطابه الذي بثه التلفزيون الكوري الشمالي: إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بوعدها الذي قطعته أمام العالم، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى النظر في طريقة جديدة لحماية سيادتنا ومصالحنا بحسب تعبيره. كما أبدى الزعيم الكوري الشمالي استعداده للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أي وقت، لكن كيم قال أنه يتعين ألا تجري الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية مشتركة، واصفا بهذه التدريبات بأنها مصدر للتوتر. يقوم عناصر الإنقاذ الإندونيسيين بالبحث عن ناجين بعد انزلاق لتربة نجمة من أمطار غزيرة أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وفقدان عشرات آخرين في قرب البلاد وفق مسؤولين. وقعت الكارثة في مقاطعة جاوا الغربية،
وعثرت الفرق على قتيلين وتقوم بالبحث عن 41 مفقودين بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث. وقال متحدث باسم الوكالة أن الأمطار الغزيرة وانقطاع الكهرباء والطرق الوعرة تحول دون دخول الآليات الثقيلة إلى المنطقة المنكوبة في مديرية سوكوبومي. وقال المسؤول أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح في الكارثة فيما تم إجلاء 61 آخرين من المنطقة. احتفل مواطنو البيرو بأعياد الميلاد وراس السنة بطريقة فريدة لا تخلو من العنف والفرجة، قائلين أنها تحل الخلافات بين السكان وتحسن من علاقاتهم مع بعضهم. ويفصل الحكام بين المتنازعين حول موضوعات مختلفة منها ما هو مادي وما هو قانوني، وعقب ذلك يتعانق المشاركون ويتناسون خلافاتهم. وينتهي المهرجان بالرقص على أنقام الموسيقى. والغاية من المهرجان هي تصفية الحسابات القديمة قبل بدء العام الجديد، ويأتي تزامنا مع بدء الأعياد في حدث يقول أعضاء المجتمع أنه يفسد النزاعات ويحسن العلاقات بينها من جديد. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله وعافية.